مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. هنبدأ مع بعض النهاردة أول يوم في أطول سلسلة تحدي دايت 60 يوم متواصل. وطبعا احنا قلنا نكبر المدة شوية علشان خاطر ايه؟ نستمر أطول فترة ممكنة ونشوف النتيجة في الآخر إن شاء الله، نوصل لحياتنا تبقى صحية ونوصل للوزن المثالي كمان. طبعا أنا أول 15 يوم بالنسبة لي هيبقوا صيام، لأن بدأنا خلاص صيام العذراء، فكل سنة وانتم طيبين. طبعا انتوا هتلاقوا فيديوهات كتير جدا، وجبات كتير جدا، وصفات كتير جدا. اهم حاجه نبدا النهارده. تمام، ده كده اليوم الاول في 60 يوم دايت. النهارده انا كان يوم يعني مختلف بقى، كان اغلبه فاكهه وخضار. انا اول ما بدات الصبح كده، اول ما صحيت بدات اكل في تفاح، يعني يعتبر ده الفطار. كان حوالي تفاحه ونص، ممكن ناكل تفاحه ونص. بعديها بشويه بدات بقى ايه اشرب مشروبات، وطبعا زي ما احنا متفقين المشروبات بتاعتنا من غير سكر. فطبعا شاي اخضر زي ما انتوا عايزين، اي مشروبات انتوا بتحبوها، مهم من غير سكر. وما ننساش الميه، اهم حاجه الميه. خلاص، مشروبات زي ما احنا عايزين من غير سكر، وكمان معانا الميه. في الغدا بقى انا قلت اعمل بقى ايه؟ شوربه خضار باللسان عصفور. كمان جبت في الاول كده لسان عصفور. طبعا انتوا خلاص اكيد يعني كلنا نعرف نعمل اكل. واكيد طبعا كله بيعمل اكل بطريقته. انا بس بحب اوريكم برضو ايه الطريقه، بحيث لو حد ايه عايز يعمل زيها. اول حاجه بنشوح اللسان العصفور، تمام، في شويه زيت. طبعا بنجهز الخضروات اللي عندنا، اي نوع موجود عندنا. انا كان معايا بطاطس وكوسه وبسله، وكان في فاصوليا وكان في جزر. فاي نوع خضروات موجود عندكم نستخدمه، مش هنقف على حاجه. لو مثلا ما عندناش بطاطس مش مشكله، ما عندناش بسله مش مشكله، الموجود ما خلاص. طبعا بعد ما اللسان العصفور خلاص بيبدا يتحمر، يتشوح كده شويه حوالي 5 دقايق. بعد كده بننزل بالخضروات برضو، ابدا ايه اشوحها مع لسان عصفور. تقريبا برضو بتاخد حوالي 5 دقايق، 7 دقايق، 8 دقايق. بنشوحها على النار شويه، كله كده مع بعض ايه، ياخد تشويحه سريعه. بعد كده بنبدا نشوف بقى اللي احنا محتاجين. طبعا الملح والفلفل الاسود كمان. انا تقريبا حطيت فلفل اسود كتير شويه يعني. بس معلش، طبعا كل واحد ايه بيحط حسب الرغبه. وطبعا بعد كده بالميه المغليه نبدا ايه نغطي الخضروات. طبعا خلاص بعد ما استوت بجيب بقى الطبق بتاعي الجميل ده، نبدا ايه نحط فيها شوربه الخضار الكميه اللي احنا ايه عايزين. الخضروات طبعا لو هنكتر الخضروات ما فيش اي مشكله خالص، كلها زي ما انتم عارفين. احنا خلاص اتفقنا نكتر في الخضروات، نكتر في الفاكهه. طبعا أنا بحب شوربه لسان عصفور او شوربه الخضار بايه، بالليمون. طبعا دي تبقى حسب ايه الرغبه. بعديها بشويه بدات اكل شويه عنب. لو عايزين تاكلوا تفاح، اي فاكهه، كل ده كويس. يلا قولوا لي عملتوا ايه النهارده عشان نشجع بعض. شكرا ليكم، بالهنا والشفا، سلام.